والله حقيقي يا زياد، حقيقي دايما معانا كده وظهر وسند. حبيبي حبيبي عم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في مع هشام حكايه من قلب كل محامي. النهارده حكايتنا مع استاذنا الفاضل الاستاذ ياسر عباس المحامي احوال الشخصيه. اهلا وسهلا بحضرتك. وفيما يخص يا استاذنا الحضانه، هي القانون القديم، القانون اللي كان معمول بيه قديم كان بيخلي الحضانه للام لغايه 7 سنين بالنسبه ما اعتقدش ان في فرصه اعظم من هذه الفرصه لتقديم النصيحه للازواج ولشباب المحامين ان هي تختار الزوج طبقا لما امرنا رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. صلاه الفجر في جماعه، صلاه الفجر دي السيده عائشه بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لمن يصلي الفجر بعد شروق الغد، لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. برضه مطالب انك تختار المحامي اللي يعينك على الامور دي، اختيار انك الاستاذ. انت لازم تختار في الاول المحامي اللي انت هتختاره. ونروح لاجمل جزء في الحكايه وهو اغرب القضايا اللي كانت مع الاستاذ ياسر في المحكمه. ممكن يطلع الحبيب بعد شهرين ثلاثه ولا تاخد سنين في المحاكم كمان. وناخد مواويل. فالمهم تداولت الدعوه والقضيه راحت خبيرين. وفيما يخص الرؤيه والاستضافه يا استاذنا، ما الفارق بين الرؤيه والاستضافه؟ وايه شروطهم لقبول الدعوه؟ بالنسبه للرؤيه